عندما دخلت الغرفة كان أخي ولم يكن الجزء العلوي من رأسه موجودا. استشهد أبي في المداهمة، وما زلت أشتاق إليه كثيرا. كلما أدخل الغرفة أتذكره. ليته لم يستشهد. كان مصابا فنقلناه إلى المستشفى، وهناك في المستشفى استشهد. كانت أختنا قد ركضت مسرعة حتى توقفت عند هذا الموضع لتدخل الغرفة، فإذا بشظية تأتي مباشرة لتصيب صدرها. تاسنج هي المنطقة التابعة لمديرية دهيك في ولاية غزني التي غيرت ملامحها الهجمات العشوائية والقصف العنيف وقتل الأبرياء على يد المحتلين. هذا هو التاريخ المظلم لأولئك المحتلين الذين استغلوا ظلمة الليل لسنوات طويلة، قاموا بالقصف وشنوا مداهمات عشوائية، وقاموا باستشهاد الأبرياء وهم نيام في أحضان الراحة، وقد خلفوا وراءهم تصويرا من الوحشية والقسوة والهمجية إرثا للأفغان، وهو إرث غض العالم الطرف عنه خجلا. في هذه المنطقة كانت الليالي تعني السكون والهدوء، غير أنها هنا سميت باسم الصرخات والدماء والهجمات الوحشية المفاجئة. وكانت كل ليلة حربا، وانهمار الرصاص الأحمر في صورة مروعة سلبت من عيون الناس أحلام النوم الهادئ. ليلة حالكة، صرخات الأطفال، وألسنة اللهب المتصاعدة من القصف والمداهمات العشوائية. وفي تلك الليلة جلست عائلة شقيق رز محمد على بساط الحزن والحداد. ذلك الأخ الذي انفصل نصف رأسه عن جسده، وقد فقدت إحدى بناته ساقها، وأصيبت الأخرى برصاصة في بطنها، ولكن بسبب نقص الإمكانيات لنقلهم إلى المستشفى ومعالجتهم، أدى إلى أن يفقد الثلاثة حياتهم. هذه هي المديرية، وخلف التل كان القتال دائرا. كانت المديرية محاصرة، وكانت المعارك مستمرة كل ليلة دون انقطاع. كانت الساعة نحو 8 أو 9 مساء، وكان القتال في غاية الشدة. صليت في هذا المسجد وغادرت، ثم ذهبت إلى البيت، وعندما وصلت إلى البيت لم تمض سوى 10 أو 20 دقيقة حتى سمعت أطفالي الصغار جميعا يبكون. قلت ماذا حدث؟ وعدت إلى الخلف وسألت ماذا حدث؟ فقالوا لا شيء. اتجهت نحو تلك الجهة، فإذا بدخان كثيف يملأ الغرفة، كأن نارا مشتعلة كانت تشتعل هناك مثل ما نراه اليوم في بعض الأماكن كانت تشتعل هناك. لقد أصابت قذيفة DC تلك الغرفة واخترقت الممر حتى وصلت إلى الغرفة الأخرى، وحين رأيت الدخان اضطربت أنا أيضا. عندما دخلت الغرفة كان أخي ولم يكن الجزء العلوي من رأسه موجودا. وكانت هناك ابنة أخي من أخي ذلك قد بترت إحدى ساقيها من هذا الموضع، وكانت ابنتها الأخرى شق بطنها على هذا النحو. تلك التي بترت ساقها بقيت حتى الصباح، ولم نستطع إخراجها من البيت، فلم يكن هناك طبيب ولا أحد يسمح لنا بالخروج، ولا سيارة ولا وسيلة نقل ولا أي شيء يمكن أن ينقلها إلى الطبيب. وفي النهاية استشهد هؤلاء المساكين الثلاثة جميعا. وفي صباح تلك الليلة المفجعة، بينما كان يتم دفن الشهداء، وقعت مداهمة أخرى في وضح النهار، حتى اختلطت شواهد القبور بلحم الأحياء ودمائهم. في صباح ذلك اليوم، وعند تشييع الجنازة في المقبرة، كان هناك ظلم شديد، فقد استشهد كثير من الناس. وكان من بين المصابين رجل يدعى جمعة خان. كما أصيب شخص آخر باسم المولوي عبد البصير آغا، وأصيب الحافظ عبد الحكيم آغا ابن عبد الباري آغا في المقبرة. لقد كان مشهدا من الشهادة والظلم لا ينسى، ظلم لم يشهد له التاريخ مثيلا. فقد كانت الرصاصات تنهال، وتعرضت المساجد والبيوت للدمار الكامل، حتى دمرت المنازل وتضرر الناس بشدة، وكانت هناك الطائرات والمداهمات في كل مكان.
في زمن الاحتلال الذي دام 20 عاما، لا تملك اللغة أن تعبر عن ظلم ووحشية المحتلين، تلك البربرية والقسوة والظلم الذي حمل عبئه الأبرياء على أكتافهم. لقد تعرضوا للضرب والتعذيب والتنكيل، حتى بلغ الأمر حدا صار معه بعضهم اليوم شبه أحياء، يعانون من جراحهم وآلامهم. لم تكن الإمكانيات متوفرة لعلاج الجرحى، فقد ظلوا حتى الصباح ملقين في الغرفة على تلك الحال، لا أحد يسمح لهم، ولا أحد يستطيع أن يأتي أو يذهب. وكانت الرصاصات تتساقط كالمطر. ولو أردت أن أعيد لك ما جرى من تجاوزات فهي كثيرة، كانوا يسبوننا ويضربوننا ويهينوننا، وكانت هناك سجون، وكانت كل تلك المصاعب. هناك رجل لا يزال على قيد الحياة، اسمه تاج محمد ابن الحاج رز محمد. لقد تعرض ذلك المسكين لضرب مبرح حتى أصبح اليوم عاجزا عن الإنجاب. في تاسنج ليست قصة كل بيت مجرد قصة، حيث فقدت كل عائلة 2 أو 3 من أفرادها، وبسبب الحرب البائسة دمرت منازلهم، وأصبحت أراضيهم قاحلة، واندثرت القنوات المائية. تاسنج هي المنطقة التي تحت ظل الاحتلال، ظلت فيها أكثر من 300 أسرة مثالا حيا للشهداء والآرامل والأيتام، وتمزق ذكراها قلوب الناس. هنا حكاية مفجعة كامنة خلف كل بيت، وفي عيني كل أم ينهض سؤال غياب ابنها، وفي صمت كل يتيم وكلماته البريئة يتردد ذكر الأب الشهيد، صدى لوحشية المحتلين ضد الإنسانية. استشهد والدي في المداهمة، وما زلت أشتاق إليه كثيرا، كلما أدخل الغرفة أتذكره، ليته لم يستشهد. إن تاسنج ليست مجرد منطقة، بل هي شاهدة حية على المداهمات العشوائية ووحشية المحتلين التي داست كرامة الإنسانية تحت الأقدام. هذه منطقة يشبهها الناس بفلسطين المظلومة، فالمحتلون أينما حلوا، وفي أي بلد أو منطقة دخلوا، تتوحد حكاية ظلمهم ووحشيتهم وبربريتهم، حتى إن تصويرها ينخفض أبصار ذوي الإحساس إلى الأرض حياء وألما. استشهد والدي، وأنا حزين لفراقه، فقد استشهد في مداهمة نفذها الأمريكيون. كلما دخلت الغرفة أتذكره، وكلما رأيته في المنام يعود إلي طيفه ولا يفارقني. لقد أدى الاحتلال الذي دام 20 عاما إلى تعريض حياة كثير من الأبرياء الأفغان للموت والدمار، ولم يكن أحد في أمان، ولا حتى الفلاح في هذا الوطن الذي كان يسقي أرضه وحقوله، إذ كان المحتلون يوجهون إليه فوهات بنادقهم. يروي عبد الباقي وهو يتنهد بصعوبة قصة استشهاد والده الفلاح الذي أطلق عليه المحتلون النار وهو يعمل في أرضه، وسلب منه حق الحياة. آقای ما سر غنڈی بال شده بود اونجا، کم درختان بود دیگه. آقا ما لگوند که صعد والدي إلى تلة حيث كانت هناك أشجار، وكان يسقيها، وفجأة اندلع القتال، فأطلقت عليه النار من الأعلى. أطلقت رصاصة أولى فلم تصبه، أما الثانية فقد أصابت بطنه وخرجت من ظهره. وعلى الرغم من إصابته عاد والدي إلى البيت على تلك الحالة. كان معه دراجة، فترك دراجته وخرج من المنزل متجها نحو المرتفعات خلف الوادي. كان يتحرك ببطء شديد وبصعوبة بالغة، فقد نزف كثيرا، وكان الدم يسيل من بطنه، وكلما حاول السير سقط مرارا، ولم يعد قادرا على المشي، حتى وصل بصعوبة إلى جانب الشارع، فسقط هناك وارتمى في حفرة. مر رجل يقود عربة فرأى شخصا ملقا ومصابا، فاقترب منه وحمله في عربته رغم اشتداد القتال. وكان بيتنا في الأسفل قليلا، فجاء به إلى منزلنا. كنت أنا في البيت، وما إن دخل حتى ارتمى في الشرفة وهو يتلوى من شدة الألم. سألناه ماذا حدث، ثم أدركنا فجأة أنه مصاب إصابة خطيرة، لذلك نقلناه إلى المستشفى المدني في ولاية غزني، حيث بقي يوما أو يومين، ثم نقل إلى ولاية كابل. مكث يوما واحدا في كابل أيضا،
لكن حالته لم تتحسن، وكان ذلك سببا في استشهاد والدي. بعدن دیگه کابل انتقالات. کابل یک روز بود اونجا که اونجا دیگه سم نشد. عامل عامل شد که آقای ما شهید شد دیگه. كان القتال في تاسنج شديدا لدرجة أن المزارعين لم يتمكنوا من ري حقولهم العطش، وأصبحت المحاصيل الناضجة مجرد وقود للنار. يتضح من كلام السكان المحليين أن هذه المنطقة لم تكن صالحة للعيش بسبب الحرب المفروضة والبائسة، إذ كانت حياة الناس معلقة في فخ الموت، ولم يتمكنوا حتى من التنفس للحظة. لقد جفت البساتين وذبلت الأشجار. ذهب بعض الناس نحو الآبار، لكن لم يتمكنوا من الحصول على الماء. كانت مياه النهر تتدفق في القرى، لكن لم يبقى من يعتني بالمحاصيل أو يجمع الثمار من المشمش والتوت أو يحصد الغلال ويكدسها في البيادر. ومن شدة القتال كانت القذائف تصيب الحقول أحيانا فتحرقها، أو تسقط عليها قذائف ثقيلة فتدمرها، فتضيع المحاصيل وتخرب الأراضي. وفي ظل هذه الأوضاع القاسية اضطر الناس إلى النزوح نحو مناطق مثل قلعة علي وقلعة ملا، أو التوجه إلى سوق غزني. وفي مديرية دهيك خاصة بلغت الأوضاع حدا من السوء والشدة، بحيث لم يعد أحد قادرا على الاستمرار في الحياة هناك. هنا شخصت أبصارنا بقلق إلى سماع مأساة أخرى، حينما يقدم فيض محمد صورة عن حياة مثقلة بالأحزان والبؤس. لقد سلب ظلم ووحشية الاحتلال الذي دام 20 عاما ابتسامة الحياة من شفتيه. كان أخونا قد أخرج المواشي وساقها إلى المراعي، لكنه تعرض لإطلاق النار من نقاط التفتيش وأصيب، ثم نقلناه إلى المستشفى، وهناك في المستشفى استشهد. كان الوضع سيئا للغاية، فقد تعرض الكثيرون لمثل هذه الحوادث، ولم يخلو بيت من شهيد أو جريح. كانت المعارك مستمرة، كان الوضع في تاسنج سيئا للغاية، لم يعد أحد قادرا على العيش. فتفرق الناس، بعضهم في المرتفعات وبعضهم في منطقة خشك وآخرون في قلعة جوز. كان الوضع سيئا للغاية هنا، عمت الفوضى ولم يعد بوسع أحد أن يمضي الوقت أو يعيش في تاسنج. وكنت واقفا على هذه الشرفة متوجها نحو الغرفة حين سقطت قذيفة هاون عند قدمي مباشرة، ومنذ ذلك الحين لم أعد قادرا على العمل، ولا يزال وضعنا بالغ السوء. تلك البيوت الطينية التي تحولت إلى أنقاض وهجرها الناس، ما تزال آثار رصاص الحرب حية على صدور جدرانها. لم يحمل تاسنج في صدره جرح حادثة واحدة، بل كلما توسعنا في توثيق الأحداث اكتشفنا أحداثا أخرى يصعب تغطيتها حتى في ساعات طويلة. وهنا تتجه الأنظار إلى صورة حادثة مروعة أخرى، حيث لم يرحم المحتلون القاسة أطفال عائلة ناصر خان الصغار الأبرياء، بل وجهوا فوهات بنادقهم السوداء نحوهم بلا رحمة. كانت حادثة قاسية، فقد استمر القتال 3 أو 4 أيام على نحو شديد، ثم عم القتال القرية كلها. نزح بعض القرويين وبقي البعض الآخر، وفي نهاية الأمر سقطت قذائف الهاون، واشتدت الأوضاع والقتال كثيرا. سقطت قذيفة فوق منزلنا وتجاوزته إلى الجهة الأخرى، وسقطت واحدة أخرى في منتصف الطريق قرب منزلنا، وأخرى سقطت في الطريق، أما الثالثة فقد أصابت بيتنا مباشرة عند أسفل الدرج. وفي تلك اللحظة كانت أختنا قد ركضت مسرعة حتى توقفت عند هذا الموضع لتدخل الغرفة، فإذا بشظية تأتي مباشرة لتصيب صدرها فسقطت. وكانت بنات عمي، بنات حقما، يملأن الماء بالقرب منها. كانت المضخة تعمل بالطاقة الشمسية، فأصبن أيضا بجروح. حاولنا الفرار من هناك، لكن 2 منهن أصيبتا، فنقلناهما إلى كابول. وكذلك أصيب عدد كبير من فتيات القرية وفتيانها في تلك الأحداث. ثم عندما وصلنا إلى المستشفى المدني في ولاية غزني وسألنا ما الحدث، كان أهل القرية قد نقلوا بنات عمنا إلى هناك.
ولما وصلنا أخبرونا أن ننقل المصابات إلى كابول. وعندما نقلتا إلى كابول وصلت إحداهما وهي في حالة احتضار فاستشهدت. كانت لدينا ابنة أخت أخرى صغيرة في 7 أو 8 من عمرها فلحقت بها واستشهدت أيضا. أما أختنا الأخرى وكانت أكبر سنا فقد لحقت بهما كذلك واستشهدت. تقبل الله شهادتهن. كانت هذه المنطقة أيضا شاهدة على ليال من الخوف والحزن، حيث لم يكن السكان يستطيعون إغماض أعينهم من الخوف من رصاص الحرب وقذائف الهاون والمداهمات العشوائية، فكانوا يقضون الليل ساهرين حتى الصباح، وقد شدوا أذرع اليقظة حول ركبهم من شدة الخوف. تعرضنا لهجوم ليلي عند 9:09 مساء، حيث بدأت العملية ليلا واستمرت حتى 4:04 فجرا. وخلال ذلك تعرض مسجدنا، مسجد قرية رانخيل، للتدمير. كان أخي معي في تلك الليلة، أصبت أنا بجروح أما هو فاستشهد. ترك أخي وراءه أبناء أيتاما، أحدهم هذا الابن وهناك له ابنه الآخر والثالث يدرس في مدرسة دينية. أخذ الإمارة به إلى المدرسة. كانت ليلة قاسية إذ تعرضنا لقصف شديد، فتكسر زجاج منزلنا وتضررت جدرانه الإسمنتية، ولحق بنا أذى وخسائر جسيمة. وكلما نظرت إلى أبنائه الأيتام ارتسمت صورته في عيني، فيتجدد حزني وألمي عليه. أما والدتنا المسكينة فتقول كما قال لي بالأمس: ما من ليلة تمر إلا وتراه في منامها يأتيها ويقول: أحسنوا معاملة أبنائي الأيتام واعتنوا بهم. ونحن بقدر ما نستطيع نحاول رعايتهم، فنقدمهم على أنفسنا، ونحرص على تلبية حاجاتهم من لباس وحذاء وسائر ما يحتاجون إليه، نقدمهم على أنفسنا، فنحرص أن نأتي لهم بما هو أفضل مما نأخذه لأنفسنا. جولخان هو أحد سكان تاسنج الذين هاجروا منها، وترتبط به ذكريات الحياة الحلوة في تلك المنطقة، ولكن عند عودته وجد أن الحرب قد غيرت ملامح القرية والبيت إلى درجة لم يبقى فيها سوى الجدران المهدمة والطوب المكسور وآثار الرصاص. مر ما يقارب عامين على عودتنا، فقد كنا قد تهجرنا إلى منطقة سليمانزو، ثم عدنا إلى هنا، ومضى على استقرارنا نحو 2 سنين. ما يزال منزلنا على هذه الحالة المتهدمة. فعندما عدنا لم نجد في البيت شيئا يذكر، ومن الواضح تماما أنه لم يبق فيه شيء إطلاقا. ومنذ عودتنا واستقرارنا من جديد لا يزال البيت على حاله، كما أن وضعنا المعيشي صعب للغاية. ليست لدينا القدرة على إعادة بناء هذا المنزل، فقد كنا فيه حين دخل الجنود إلى هنا، ودخلت الدبابات أيضا، فكسروا الباب ثم أخرجونا بالقوة. يتذكر جولخان بقلب مليء باليأس ذكريات تلك الأيام العصيبة حين ترك منزله مليئا بالممتلكات والأثاث، ولم ينجو عند مغادرتهم القرية سوى أرواحهم. قالوا لنا إنهم سيمكثون هنا لبضعة أيام، وسيكون هناك نقطة عسكرية، ثم أنتم ستعودون بعد ذلك. فابتعدنا، وحين عدنا وجدنا المكان قد تحول إلى موقع عسكري، ولم يبقى لنا شيء على الإطلاق. وعندما غادرت النقطة لم نجد شيئا من متاعنا، حتى ملابس النساء لم يسمح لنا بإخراجها، إذ قالوا: لا يسمح لكم أن تأخذوا هذه الملابس والأموال. وهكذا لن نتمكن من إخراج شيء أبدا. يعلم جميع سكان تاسنج أن منزلي قد تحول إلى موقع عسكري. ثم انتقلنا إلى مكان آخر، كان هناك مكان نعيش فيه أسوأ من هذا، وبقينا هناك ل6 أو 7 أشهر عند الجيران. وبعد ذلك وبأي وسيلة استطعنا رممنا بعض الغرف وواصلنا حياتنا. أما الآن فنحن نعيش في مثل هذه الظروف الصعبة، ولكن مع تولي الإمارة الإسلامية الحكم عاد الأمن الكامل إلى منطقة تاسنج، فصارت أرواح الناس وأموالهم في أمان، وأصبح الناس يمارسون شؤون حياتهم في أجواء هادئة، ويتوجهون بقلوب مطمئنة إلى المساجد للعبادة. وقد ارتسمت على شفاههم ابتسامات الفرح، لأن نظاما إسلاميا متكاملا يحكم البلاد بأكملها، وأن حياة كل إنسان مصونة. يسود الأمن التام في تاسنج الآن،
فالجميع منشغلون بأعمالهم ويمارسون أمور حياتهم اليومية. ارتسمت ابتسامات الفرح على شفاه الناس، ويعبرون عن فرحتهم بالأمن الدائم على هذا النحو. والخزيات تغييرات عمدت. لقد طرأت تغييرات كثيرة في الوقت الراهن، ونحن جميعا نرى أن مستوى الأمن قد ارتفع كثيرا. ففي أي وقت كان، سواء أكان ليلا أو نهارا، فإن الأمن متوفر بدرجة عالية، ونحن سعداء جدا بوجود هذا الأمن، والوضع في الوقت الراهن هادئ ومستقر. منذ اليوم الذي سيطرت فيه الإمارة الإسلامية على البلاد بأكملها، عاد إلى تاسانج بساط الأمن للعيش من جديد. فأصبح الأطفال الأبرياء يرتدون المدارس والمدارس الدينية، ويشعر كل فرد بالرفاه والطمأنينة وأمن النفس والمال. الآن ما شاء الله استقر جميع أهالي القرية في أماكنهم، والحمد لله. وأهالي القرية في غاية السعادة، ولا سيما سكان هذه المنطقة، لأننا كثيرا ما نتنقل بين هذه الجهة وتلك، من الأعلى إلى جهة ميتر، ومن هناك إلى منطقة بيلوج وصولا إلى رامك. ومنذ مجيء الإمارة نحن في غاية السرور، فهؤلاء البنون يذهبون صباحا إلى المدارس، ويتلقون دروسهم في المساجد والمدارس الدينية، وكذلك البنات يذهبن إلى المدارس ويتعلمن، ولا توجد أي مشكلة، ونحن راضون جدا بالله عز وجل. العمل جار، وكل مسلم منشغل بعمله، فمنهم من يعمل في البساتين، ومنهم من يهتم بزراعته، وكل مسلم منشغل بعمل، والحمد لله. الأوضاع حاليا مستقرة تماما، فلا فوضى ولا مشاكل، وكل مسلم منشغل بعمل، فمنهم من يعمل في البساتين، ومنهم من يهتم بزراعته، وآخرون يبنون بيوتهم، والأوضاع حاليا مستقرة تماما. تحققت بفضل تضحيات المجاهدين الذين بذلوا أرواحهم، فصانوا بها أرواح الشعب الأفغاني وأمواله. وهذا الشعب المظلوم المتألم لن ينسى أبدا دماء شهدائه وتضحياتهم، أولئك الذين حملوا رؤوسهم على أكفهم وقدموها نذرا في ميادين الجهاد المقدس ضد العدو في سبيل حرية الوطن والشعب وازدهارهما. تحيا أفغانستان التي خرجت من ظلمات الاحتلال الذي دام 20 عاما، ولينعم هذا الشعب المسلم المظلوم المتألم.